خليني اقول لك على حاجه ممكن تضايقك شويه. اسرع طريقه تكسب بيها ثقه العميل انك تقول له حاجه ممكن تخسرك البيع. ايوه، انت سمعت صح، تخسرك البيع. لان اغلب الناس بتفتكر ان الثقه بتيجي من الكاريزما او انك تقول انك ما بتغلطش، لكن الحقيقه العميل ما بيثقش في المثالي، ولكن بيثق في البياع الصادق. خلينا نتفق على حاجه. اول لما العميل بيعترض انت بتعمل ايه؟ مثلا يقول لك ان السعر عالي، ترد بسرعه وتقول له لا لا، ده احنا احسن سعر واحسن خامه واحسن خدمه احسن ضمان. هو عقلك هنا بيبقى عاوز يكسب الجدال او المناقشه، لكن في الحقيقه في اللحظه دي ممكن العميل يقفل منك او يبقى مش عاوز يشتري. الاعتراض هو مش هجوم عليك، لكن هو ده الاعتراض بيبقى خوف. هو خايف يندم على حاجه، وانت بدل ما تطمنه بتضغط عليه وتقول له اشتري دلوقتي. الثقه بتتبني في لحظه، لما العميل يحس انك مش عاوز تاخد منه فلوس وخلاص، ولكن انك عاوز تحمي قراره. اول لما العميل يحس انك بتحط مصلحته فوق مصلحتك، حاجز الدفاع ما بينكو او الباريرز ما بينكو بتختفي خالص وبتتلاشى. خلينا ناخد مثال عملي بنشوفه كل يوم في البيع والشراء. مره عميل جه للسيلز ريب او للبياع، ساله قال له انتوا سعركم ليه عالي كده؟ السيلز ريب كان ممكن يقعد يتكلم ويجادل ويناقش ساعتين ويقول له احنا احسن خامه واحسن جوده واحسن خدمه، لكن هو بدل ما يعمل كده ابتدى ان هو يبقى صادق وقال له فعلا احنا مش احسن حاجه في السوق في ناحيه السعر، لان في منافسين غيرنا احسن في موضوع السعر دوت لو الكرايتيريا بتاعت السعر مهمه ليك. حصل حاجه بقى غريبه بعدها، ان العميل مش سكت او مش وقف وخلاص ومشي ان هو مش عاوز يشتري، لا هو سأل السيلز ريب قال له طب ليه سعركم عالي؟ هو بكده اللي فتح باب المناقشه وابتدى عاوز يعرف القيمه اللي انت بتقدمها له، وابتدى ان هو حس انك مش بتدفعه او مش عاوزه يشتري وخلاص، لا انت بتحمي قراره. خلينا ناخد مثال عملي لبراند هدوم بيبيع اونلاين. اغلب البراندات بتكتب ايه؟ بتكتب احنا احسن خامه احسن جوده مفيش زينا في السوق والخدمه بتاعتنا ممتازه. لكن لو خدنا براند مثلا ابتدى ان هو يتكلم بصدق شويه، هيقول لك مثلا ان الخامات بتاعتنا قطن 100%، خفيفه ومريحه، لكن لو انت محتاج وصيفي، لكن لو انت محتاج حاجه شتوي الحل دوت او المنتجات بتاعتنا مش انسب حاجه ليك. فهنا ابتدى ان هو ممكن يخصص المنتجات بتاعته لناس معينه، وابتدى يقول مثلا ان في 14 يوم استبدال واسترجاع لو المنتج ما عجبكش او في مشكله، يعني بدون تعقيد. ده هنا برضو ابتدى ان هو يحمي قرار الشراء بتاع العميل. برضو ممكن يقول لك ان هو في ناس بتبعت مع المندوب مقاسين لو انت محتار ما بين 2 مقاسين، وده برضو بيخيرك ما بين كذا حاجة. هنا انت عملت 3 حاجات. اول حاجة انك قلت ان المنتج بتاعك مش لكل الناس، سبقت اعتراضات العميل، وحميت او قللت مخاطرة الشراء للعميل. طيب العميل لما يقرأ ده هيقول ايه؟ هيقول البراند دوت صادق، مفيش لف ودوران، مفيش ضغط عشان تشتري، الكلام بتاعهم كله يتصدق. والعقل لما يبتدي يهدى، الثقة مع البراند او مع العميل بتبتدي ان هو تعلى اكتر. العميل طول الوقت بيسأل نفسه فين المصيدة وفين الفخ. اول لما يشوف مبالغة يشك، اول لما يشوف اعتراض او دفاع كتير يبتدي ان هو يشك، لكن اول لما يشوف اعتراف صريح بنقطة ضعف عندك يحس بالامان، لان الشخص اللي بيخدعك عمره ما هيعترف بعيوبه. فاكر اول جملة قلتها لك في الفيديو؟ اسرع طريقة تكسب بيها ثقة العميل انك تقول حاجة ممكن تخسرك، لان العميل مش دايما بيدور على احسن عرض، ولكن بيدور على الاقل مخاطرة. ومين هيديك اقل مخاطرة؟ الشخص الصادق. اكسب الامان تكسب الثقة، ولما تكسب الثقة البيعة هتتم لوحدها. اكتب لنا في الكومنتس لو كنت بتشتري حاجة والبياع قدر يكسب ثقتك ازاي. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكوا الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوة.